فين الساعة كام من هنا؟ نوال الموبايل مش شايفة أصلا طفى ولا مطفاش. طفى. الرقم باين. اه المرة دي بقى مية، المرة اللي فاتت كانت قهوة، المرة دي مية. المهم I'm really excited for today's video because أنا مش شايفة نفسي. اتفضلي، أنا آسفة. اتفضلي. اتفضلي، أنا آسفة. Hello everyone again. النهارده في بنت سألت الفيديو النهارده فكرته جالي من كومنت واحدة قالت لي انه انا عايزة يبقى عندي صحاب في الجامعة ومش عارفة اعملها ازاي. اعتقد حاجة كده يعني. الفيديو ده ليكي. انا عايزة اقولك اللي قدامك دي بجد كنت بتكسف جدا. عايزة اقولك ان الموضوع مش صعب خالص انك يبقى عندك صحاب. ليه؟ لان يكفي ان انت عندك المايند سيت ان انت بتقولي انا عايزه ابقى اجتماعيه. بصي، اللي بيعوز حاجه حرفيا بيعملها. ممكن تتعبي شويه او تتوهي شويه في الاول عشان انت مش عارفه الوصفه السريه تمشي عليها ازاي عشان توصلي اللي انت عايزاه، بس هتوصلي لان انت عايزه. فتفضلي تنخوري، تبصي هنا، تجربي الطريقه دي، تسالي مش عارفه ايه، تجربي حاجه جت في بالك، تحسي اللي هو ممكن اتكلم مع دي المره دي. فشويه مع المحاولات انت بتبني حاجه تجاه الموضوع اللي انت عايزاه. فده بيعزز الثقه بالنفس ان انت عماله تاخدي خطوات في حاجات تفشلي تعيدي تاني وهكذا. فبجد احلى حاجه انت قلتيها لي وسهلتي عليا الموضوع اللي انت عايزه، وعايزه الفت نظرك طالما انت عايزه والله انت هتوصلي. انا بقول لك، انا في الاول فعلا في حاجات انا كنت بقول انا عايزه ابقى كذا، انا نفسي اوصل لكذا، انا عايزه اجرب كذا. وكنت اجرب حاجات كتير على فكره لدرجه ان انا وقفت وبطلت اجرب. بس سبحان الله لقيت نفسي بجرب تاني، وراحت اول ما جربت تاني بعد ما وقفت الموضوع ضرب معايا. فاللي هو انبسطت قوي، حسيت اللي هو لا، هي قاعده طالما حد عايز حاجه وشايف نفسه في حاجه معينه هو هيوصل لها. امتى؟ الله اعلم، بس هيوصل لها. اللي هو تحسي ايه، مش كده كده اقدارنا مكتوبه، صح؟ مش كده كده بيقولك انه من الديجافو انه لما تشوفي موقف تحسي ان انت مريتي فيه قبل كده وانت اول مره تمري بيه، علشان اوريدي اصلا انت قدرك مكتوب وانت بتشوفي شريط حياتك وانت لسه في الرحم. زي كده لما البني ادم بيشوف شريط حياته كله لما بيجي يحصل له حادثه او يموت او يحس بالخطر، زي ما شفنا شريط حياتنا كله قبل ما نتولد. خلاص، ففكره ان انت عايزه حاجه او شايفه نفسك في حته، ده معناه انت علشان ده اوريدي حصل لك ومكتوب لك ومقدر لك في حياتك. انت مش عارفه انت الغريزه دي جايه لك منين. زي انا في حاجات معينه، انا في غريزه عندي يا ربي انا محدش عملها في حياتي اعرفه. يا ربي في حاجه انا بتحصل لي مش موجوده في العيله، اشمعنى انا بس اللي في العيله دونا عن العيله كلها. فاللي هو علشان الحاجه دي مكتوبه لي وهوصل لها كده كده. فانت طالما عندك الغريزه دي يبقى انت الحاجه دي انت هتوصلي لها. انا بقول لك الكلام التقيل شويه ده، مش اللي هو اقول لك اعملي 1 2 3 روحي كلميها، لا ما تتكسفيش ومش عارفه ايه. لا، انا بقول لك الكلام العميق او التقيل او الغريب ده علشان فعلا نسيت. علشان ايه؟ علشان اقول لك بجد مدى بساطه كلمه انك قلتي انك عايزه او الموضوع في دماغك او ان انت بتحاولي. يعني في كومنتس كده بحس ان هو ايه، بحس شخصيه الواحد وهو كاتب لي الكومنت من اسلوبه في الكلام ومن طريقته، بحس ان هو بيعافر ولا ايه، بيسال كده وخلاص. فاهمه ازاي؟ فانا بجد حبيت ان انا اعمل لك فيديو بصراحه، وانا مبسوطه ان انا بعمل ليكي فيديو. مش عارفه ليه حاسه ان انت مميزه، وانا بحب الناس المميزه جدا جدا جدا. ان في كومنتس كده بتجيلي اللي هو ايه، مفيش داعي تكتبي كومنت لان بجد هو انت كده ده معناه ان انت ما فهمتيش الفيديو بيتكلم في ايه. طب لانها بتنتقد الفيديو، بس هو لا، هو انا بتكلم في حته وانت فهمت الفيديو في حته تانية خالص، لان هو مش بيخاطب عقليتك، مش ما لمسكيش. طالما ما لمسكيش يبقى هو مش بيكلمك، وان الناس كلها مش شبه بعض. يعني لما اتكلم في نقطه ان مثلا ممكن احنا نعمل 1 2 3، انت تقولي لي
لا ما هو ما ينفعش اعمل 1 2 3 عشان واحد عشان 4 5 6. خلاص خليك انت في ال 4 5 6. خلي ال 1 2 3 يوصلوا للناس اللي قادره تعمل 1 2 3 او اللي مش عارفه تعمل 1 2 3 وعايزه تبقى 1 2 3. لقيت اللي هو ايه ده؟ طب انا بتكلم حاجه في حاجه، حتى لو انت مش قادره ممكن مع بعض نقدر، او انا اشجعك انك تقدري. لكن انت رافضه الفكره وكمان بتنتقديها، اقفلي الفيديو. بتضيعي وقتك ليه؟ It's not for you baby, it's not for you. فالفيديوهات بتاعتي مش بتخاطب عقلية كل الناس. خلاص. المهم يا جميلة انتي، انا نسيت اسمك والله اللي بعمل لك الفيديو. فانا كان عندي حتة ان انا عايزة ابقى اجتماعية. في الجامعة كنت انطوائية، وكمان ما كانش فيه ناس شبهي. فخلي بالك انتي لما تيجي تعملي صحاب يا ريت تعملي مع ناس شبهك، مش الصحاب والسلام. فانا كنت انطوائية او اللي هو منعزلة بقى، مش انطوائية، منعزلة، او اللي هو ما عنديش صحاب قوي فترة الجامعة. بس بقيت في الشغل، بقيت في كل شركة انا اشتغلت فيها بقيت معروفة ان انا الاجتماعية. منى انت الجريئة، منى انت الصريحة، لما حد يتحط في مشكلة او حاجة منى اتصرفي انت. منى طب هو هيقول لنا ايه؟ دي منى اول ما تخش اي مكان او اي مكان هنصور فيه صباح الفل، ايه الاخبار، عامل ايه، ازيك، ومش عارف ايه. فاللي هو فعلا بحب حتى لما اشتغل اتعرف على الناس اللي هتعامل معاها او الناس اللي هعمل الشوت معاهم، اللي هو ايه، خلي الدنيا كده لذيذه. انا مصوره باي ذا واي، فهم لما بيبقوا في الفيديو بيبقوا متوترين ومش عارفه ايه. وانا برضو كنت كده في اليوتيوب يعني. انا مش عايزه اصدمكم واقول لكم الفيديو ده قد ايه، لان انا عماله اتأتأ واعيد. فهم بيبقوا كده، فانا بحاول ان انا اريحهم علشان عارفه الموقف او الاحساس اللي بيحسوه اللي بيخليهم مش عارفين يتكلموا قوي قدام الكاميرا. اوكي. فعايزاكي تكتبي او توثقي الطريقه اللي انت بتفكري بيها دلوقتي. خلاص. وحياتك في الجامعه عامله ازاي. انا عايزه اقولك انا يا ريتني كنت عملت كده. عايزه تقولي حاجه؟ علشان تشوفي نفسك بعد كام شهر، شوفي نفسك بعد سنه هتبقي عامله ازاي. هتتغيري قوي انت كشخصيه، وتتغيري قوي في الحته اللي انت مش فيها وعايزه تبقي فيها. وهتلاقي سبحان الله انت من غير ما تخططي انت وصلتي للحاجه اللي انت كنتي عايزاها او تتمنيها. اللي هو ايه ده، انا ما كنتش عامله حساب الموضوع ده. exactly. فعشان انت الحاجه دي انت عايزاها، وانت عايزاها عشان هي مكتوبه لك، فانت لو بتحسي ان في غريزه كده اللي هو انا مش عارفه انا عايزه كده ليه، انا مش عارفه انا نفسي في كده ليه. فاهمين ازاي؟ فممكن اديكي شويه حاجات تخليكي اللي هو ايه، تعاملك في المواقف الاجتماعيه ممكن تبقى عامله ازاي. تخلقي موقف اجتماعي علشان تشوفي نفسك هتتصرفي ازاي، وايه، عارفه كده تحرك الترس شويه اللي هو بتاع ازاي تتصرفي بطريقه اجتماعيه، او يبقى عندك صحاب. اول حاجه يعني مثلا لو حد بيجامل وانت بتشتري حاجه فيقول لك ايه، خلي، فالطبيعي هو لا شكرا اتفضل. كل الناس بتعمل كده. خلي عندنا شويه ذكاء اجتماعي شويه، او اي طريقه لطيفه نتعامل بالموضوع. قولي له يا ريت والله، او اللي هو بس كده، وخدي اجاني ايه نفسك وكانك ماشيه. انا بعمل كده. دي اول حاجه. كده انت عارفه بتتجرئي، وفي نفس الوقت بتهزري، وفي نفس الوقت انت مش خايفه من رد فعل اللي هو ايه يعني واخده الشنطه انت بخيله ولا حراميه ولا ايه. لا، مش هيفكرها كده. وانت ما تخافيش ان هو ممكن يفكرها كده، لان انت اكيد مش شايفه نفسك كده، انت هتهزري. فاللي يخلي حد ما يعملش الحركه دي ان هو ايه، لا ده هيشوفني بخيل، ده هيشوفني حراميه، ده لا انا كسف اعمل كده. لا عادي، انت هتقوليها كده ايه، وانت والاتيتيود بتاعك او السلوك اللي انت واخداه وانت بتعملي التصرف ده. مثلا حاجة تانية وانت في الجامعة عايزة تتعرفي على واحدة معينة لفتت نظرك، حاسة اللي هو انتوا ممكن تبقوا شبه بعض. ممكن مثلا تخلقي موقف. ازاي؟ بسيطة. البنات بتفرح قوي لما تقولها الميك اب لوك بتاعك حلو، الهير ستايل بتاعك حلو، الاوتفيت بتاعك حلو. فممكن اعرف انت جبتي البنطلون منين، ممكن اعرف انت جبتي البلاوز ازاي منين، ممكن اعرف الميك اب لوك ده عملتيه ازاي. ايه ده بجد، ثانك يو، شكرا، ومش عارفه ايه، جبته من كذا وبتاع. طيب ممكن اخد رقمك او ابعت لك رقمي تبقي تبعتي لي اللينك مثلا. او اللي هو ايه، ممكن الاكونت انستجرام بتاعك لو بتنزلي اوتفيتس وكده، انا حاسه ان الستايل بتاعك مميز، او انا واخده بالي من الاوتفيتس بتاعتك، فلو بتنزلي الصور وكده I would like to follow you on Instagram. Like I would like to follow you on Instagram. الموضوع يبقى عادي لان انتوا اتنين بنات عادي، مش ولد بيقول لبنت او بنت بتقول لولد. ف ما اظنش يعني انها هتمانع. يعني انا لو مكانك برضو هعمل كده، فاهمه؟ فانا بقولك على حاجات انا لو مكانك برضو هعملها.
فده عامة في الحياة كلها، اللي هو انت لازم يبقى عندك صحاب في الجامعة، وبرضه لازم تعرفي تتعاملي مع البني ادمين كلهم بكافة الانواع، الاجناس، الاعمار، الوظائف، لان حتى لو نفس الجنس، نفس الشخص، نفس العمر، لو لو في كذا وظيفة هتلاقي شخصيته مختلفة تماما أو شخصيتها مختلفة تماما. فأنت لازم تبقي عندك ذكاء اجتماعي، ذكية عامة، حركة، فاهمة دماغ البني آدم. يعني لما أتعامل مثلا مع راجل عنده 40 سنة، سواق ميكروباص، 40 سنة برضو، عنده شركة، شغال مدرس في مدرسة حكومة، صح؟ هلاقي الشخصيات تختلف شوية. أو راجل عنده 40 سنة شغال عامل نظافة، ده هيبقى، ده سواق الميكروباص هيبقى راجل مخلص، راجل بصي ما يهموش. الراجل اللي سواقين الميكروباصات على فكره ما بيغلطوش، ولما يعوز يكسر عليكي بالعربيه او يكسر عليك بالعربيه فهو هيكسر عليك بالعربيه، سواء اديته كلاكس او سواء اداك كلاكس، هو خلاص حطك قدام الامر الواقع. بجد احرق في نفسك، اشتم، ادي كلاكس، ايا كان، هو طالما كسر عليك هيكسر عليك، شكرا. المدرس الحكومه هيبقى غلبان في نفسه، عامل النظافه هيبقى غلبان اكتر واكتر واكتر ومكسور وطيب خالص. صاحب الشركه ده هيبقى مصحصح شويه كده. البسي كويس، شوفي اللبس اللي بيليق عليكي، شوفي الستايل اللي بيليق عليكي في اليوم اللي انت عامله فيه تحدي لنفسك، اللي هو انا هنزل النهارده هخلق مواقف اجتماعيه مع الناس في الجامعه وانا رايحه الجامعه وبعد ما اروح من الجامعه، سواء انت بتروحي باوبر، سواء هتروحي مشوار بعد الجامعه، ممكن اللي هو ايه تخلقي موقف تاني، ان انت البنت اللي هتحاولي تتكلمي معاها او انها تبقى صاحبتك، ايه رايك نروح مثلا المول، ايه رايك نخرج في الويك اند كده. الموضوع هيبقى لذيذ خالص والله. بسطي الدنيا، ولو احتجتي اي حاجه كلميني على انستجرام، اللينك في البايو. لو حسيت ان انا مش ببص كتير على الفيديو لان بجد الكاميرا بعيده قوي وانا مش شايفه نفسي وانا ما بحبش كده. كانت معكم منى مور، والى اللقاء.